كابتن احمد الكاس من احمد مجدي لاعب نادي الزمالك وقلب دفاع نادي الزمالك النهارده. ازيك يا كابتن احمد؟ كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ وبس على كابتن احمد الكاس وكابتن عبد الرزاق. ربنا يخليك. ازيك يا ابو حميد؟ يعني يا كابتن احمد، احنا النهارده قبل المباراه اتكلمنا كتير على وجودك انت و حماده طلبه في هذه المباراه كاول مباراه ليكم، وبعد المباراه كابتن عبد الظاهر السقا والكابتن احمد الكاس الحقيقه اشادوا جدا بقدراتكم على التأقلم السريع. بقالكم فتره طويله ما بتلعبوش، يعني من اول الدوري تقريبا دي اول مباراه، سواء احمد مجدي او حماده طلبه، انتوا الاثنين اول مره تلعبوا النهارده. لا ده كمان يا كابتن، انت لو حضرتك تاخد بالك انا بقالي من ساعه موضوع بورسعيد ده حصل وانا ما لعبتش، يعني حوالي سنه ونص ما لعبتش. بقالك فتره طويله الحقيقه يا احمد، وده يعني قول لنا انت ازاي قدرت تعمل كده النهارده؟ لا بص يا كابتن، انا من النوعيه اللي انا الحمد لله ما همتش عامه، انا بتمرن كويس جدا جدا جدا، بنزل تمرين، بركز في التمرين بتاعي. انا من طبعي اللي انا لو بتمرن كويس هبقى كويس في الماتشات. نعم. فانا بتمرن، انا مش من النوع اللي بتهمل، الحمد لله بتمرن وبعمل اللي عليا ومستني الفرصه بتاعتي تيجي، فدي في اي وقت بقى ان شاء الله اقدر امسك. ما عندكش مشكله يا احمد ان انت تلعب ستوبر، تلعب باك ليفت، تلعب في نص الملعب، ما عندكش مشكله يعني؟ والله يا كابتن انت عارف الواحد عايز يلعب، عاوز فرصه بالظبط يلعب، فبيمسك فيها باي طريقه ممكنه بقى، يمسك بس في الفرصه الاول، بعد كده يقدر يتكلم انا عاوز العب في الحته دي او الحته دي، وانا خلاص يعني اتعودت الحمد لله العب في كذا مركز والكلام ده، ودي ميزه بالنسبه لي، دي خبرات يعني الحمد لله. الواحد بقاله زي ما حضرتك سنه ونص، والنهارده لعبت الحمد لله، اعتقد اديت اللي عليا يعني. نعم. انا ما بلعبش بقالي فتره كبيره، فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله عدينا من الماتش. بس لا مش باين يا احمد والله ان انت بقالك فتره طويله ما بتلعبش النهارده، يعني احنا بصراحه كنا متخوفين قبل المباراه عليك انت وحماده طلبه، ولكن انتوا الاثنين الحقيقه وخصوصا انت يا احمد اديته بشكل الحقيقه كلنا بنتكلم عليه، سواء الكابتن احمد الكاس او الكابتن عبد الظاهر السقا. قول لي يا احمد، يعني البلانتي ضربه الجزاء انت شايف ان هي ضربه جزاء ولا من خارج ضربه الجزاء؟ اولا انا لاعب الكوره، دي اول حاجه. تمام. يعني انا لاعب الكوره، هو كان واقف قدامي، فانا طبيعي اللي انا يعني بلعب كوره بدماغي وهجري في نفس المكان بتاعي في نفس الاتجاه. تمام. فهو واقف قدامي، فهو يعني انا اعتقد ان المفروض اقول عليه هو، مش عليا انا. نعم. لان انا لاعب الكوره، هو اللي لعب الكوره وخدها وانا اللي زقيته ضربه جزاء. نعم. لكن انا اللي لعبت الكوره وبجري في اتجاهي، وحتى لو اتحسب المفروض تتحسب من بره، ما تاخدش من جوه يعني. يعني انت حتى لو اتحسبت تتحسب من خارج من بره، لان لاعب الكوره من بره مش لاعب من جوه. تمام احمد، نتمنى لك دوام التوفيق، واتفرج علينا بقى في اخر نص ساعه الكابتن جمال الغندور هيقول لنا رايه في هذه ضربه الجزاء، هل هي ضربه جزاء بالفعل ولا مش ضربه جزاء. احمد مجدي لاعب نادي الزمالك، اشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، والحقيقه يستحق التحيه طبعا. واحنا دايما بناخد نجم المباراه في اخر الاستوديو او في اخر ميدان التحليل، ولكن انا النهارده من وجهه نظري الشخصيه ان احمد مجدي وحماده طلبه الاثنين يستحقوا نجوم المباراه في هذه المباراه، نظرا لطول الفتره الحقيقه، والنهارده ظهروا بشكل جيد، ما حسيناش ان هم بقى لهم فتره طويله كابتن احمد وكابتن عبد الظاهر في هذا الموضوع.